فضيحة شغب جمهور اتحاد العاصمة في مباراة أولمبيك آسفي. هذا سيؤدي بنا إلى عقوبات من الكاف. بصراحة ما قام به جمهورنا جعلنا أضحوك أمام العالم. اتحاد العاصمة بدون شخصية، بدون قاعدة لعب، يعني لما تشوف اتحاد العاصمة في الميدان في أغلب الأحيان on a l'impression que l'équipe est livrée elle-même. ما كانش هذيك الروح لا جرينتا. أصبح يعني نقدر نقولوا منوالة. ماذا واش قال عليه حقيقة؟ هناك لاعبين ما يتفهموش الامور، اصبحت يعني فيه شكوك. يا با اون غروند كونفيونس. الان المشكل في هذه المقابله واللي اسمها بري بوكو دو روتار. يرى دوتر يرى لا فاز ايزون دي ماتش روتار. كي تشوف هذا النوع من الاداء يعني وشكوك كبيره بالاتحاد العاصمه تقدر تعاود الواجهه. لازم يلقى الحلول. سي فري كي دي بروبليم. سمعنا من الشجارات بين اعضاء من الطاقم الفني. يعني اشياء لما تصراش في اتحاد العاصمه. سي دي شوز كون با كونو في الاتحاد العاصمه. شجارات في الخارج entre un entraîneur adjoint et un préparateur physique, c'est inimaginable ce qui se passe. On ne peut pas accepter des trucs comme ça. Même s'il y a khilafat, surtout quand on est à l'étranger, il faut donner une belle image. Des supporters qui sont des supporters qui chauffent les réseaux sociaux, يضربوا هذا يضرب هكذا. كما قلت لك لا دنيا فال يعني كاين شحنه كبيره. كاين سي با ليسما اللي نعرفوها. سي با لا ليسما. Et là, je m'adresse au président du club. لازم ياخذ الكلام. القرارات والكلام. لازم يتكلم. On peut pas rester silencieux devant ce qui se passe. الناس عباك الان الحادث الصغيره اللي صار في اتحاد العاصمه تلقاها في لي ريزو سوسيو. بالك الصحافه عندها نوع من التحفظ. لازم تفيريفي لي زانفورماسيون. في لاطوال في لي ريزو سوسيو كل شيء. الناس اللي بتغلط في جمهور اولمبيك اسفي وبتغلط في جمهور المغرب، شوف بعينك يا عمى. شوف بعينك جمهور اتحاد العاصمة بيعمل ايه يا عمى في ملعب اولمبيك اسفي في المغرب. شوف بعينك، ما تسمعش من حد ولا تاخد بكلام حد. الفيديو قدام عينك يا عمى. اللي بيحصل قدامك ده ناس جاية مش عشان تشجع ولا جاية تدعم فريقها ولا جاية تحضر مباراة كورة، لا خالص. دول جايين يكسروا ملعب، جايين يشتموا جماهير، جايين يهينوا بلد، جايين يخربوا، جايين يستفزوا، جايين يعملوا شغب، جايين يعملوا منظر سيء قدام العالم كله. اعمل لايك بالله عليك، اعمل لايك. وصلوا الحلقة دي لكل الدنيا عشان كل منتقد للمغرب يشوف بعينه، عشان كل واحد حقودي ضد المغرب يشوف بعينه، يشوف جمهور الجزائر عمل ايه في الملعب، يشوف جمهور الجزائر عمل ايه في جمهور المغرب. بالله عليك شير الفيديو ده على قد ما تقدر، اعمل لايك على قد ما تقدر، شارك الحلقة دي على قد ما تقدر، لان لازم الحلقة دي توصل لكل شخص كان بيفكر ان المغرب هي المسيطرة على عرش الكرة الافريقية. شوف بعينيك يا مسلم، شوف بعينك يا مسلم، شوف بعينك وراجع افعالك. المغرب هتفضل افضل بلد في التنظيم غصب عن اي حد. شاهد الحضور الجماهيري للمشجعين الجزائريين والفوضى. عندنا بعض الصور نستعرضها كذلك. دخول الجمهور الجزائري المباراة. ليش تشوه سمعة المباراة؟ ناهيك عن الشيء الثاني كذلك موضوع الإعلام، موضوع الدولة الثانية اللي معك وعالمك الصغير. ما يجوز يعني حتى دخولك لأرضية الملعب دخول يعني بصراحة فضيحة بكل المقاييس. وخليفة هذا يعكس طبعا ثقافة هذا. المغرب يضرب أفضل صورة في النهائي أفريقيا، يعني ظلم انسحب الفريق وما طبق القانون، لكن ما شفنا أي تصرف سلبي من الجمهور. بالعكس شفنا التصرف السلبي ظهر من جمهور السنغال، وكان في تكسير ومحاولة نزول إلى الملعب، مع أن المباراة على أرض المغرب وكانوا هم الأغلبية، لكن ما شفنا منهم أي تصرف
ضياع بطوله في يعني مباراه مثل هذه، مباراه في فرنسا، مباراه في ايطاليا، لا نهائي كاس العالم مع السنغال، مع السنغال على ارضك وعلى الملعب، كان احرى بانك انت اللي تعمل الشغب لانك انت خسران، لكن كان عكسوا رقي الشعب المغربي. وايضا هذه المباريات الوديه ايضا عكست. المغربي هذا الفريق الذي سيطر او يسيطر حاليا النتيجه على البطوله المغربيه اللي يلعب فيها الرجاء والوداد اللي راهم في لا شامبيونز ليغ. رائد البطوله المغربيه الذي يتفوق حاليا على الرجاء والوداد، صافودير واش حدث لفريق اتحاد العاصمه بالامر الهين. الفريق تاع المغربي فريق في المستوى، يلعب كره القدم نظيفه ومليح، عندهم une équipe ما شاء الله. لافونتاج كون احنا في لالي ريت اونكور بلوس لو دو ريسبي لان داروا في لالي مقابله في المستوى سي لو بلون تاكتيك سي لو بلون انجاجمون غرينتا كانوا حاضرين في المستوى، ما ولي سيبورتا كانوا كانا في القمه، ما ننجموش نخليوهم يروحوا يجوزوا هكذا ما نتكلموش عليهم كما يلزم الحال. واجب علينا نتكلموا بهذه الصفه هذه. الماتش روتور شفنا بوكو بلوس سو لو بلون انجاجمون، كانوا حاضرين، حسينا بلي حبوا يجيبوا لا كاليفيكاسيون، يلعب كره سياسيه، مي الاخرين زيتي في لو ديالهم سيتي بلو فور في لونجاجمون في الحراره، لحقوا وين مام لي زوراتي ان بو ليغاليزاسيون ولا تروازيام هذاك اللي قدام الجول. دونك نقول لهم انا برافو درتوا مقابله في المستوى. تعتبر سي ان اكسبلوا دو باسي اون دومي فينال، سي ان اكسبلوا دو الوصول الى نصف النهائي. سي ان تري بون ريزولتا، صح يميريتيوه ميريتيوه، ما تقول لها لا، داروا دو ماتش في المستوى لو ميريت. دو ماتش دوكا دومي فينال ولا فينال بيان سور، تلعب في بلادك سي نورمال، سي ان افونتاج. تلعب في 5 جوي ولا بالرقي ولا في 5 جوي 5 جوي يطلعوا لك واحد 60 ولا 70 الف يا اخي يكونوا موراك وهما الحراره. دوكا كاين الي روتور لا فينال ماشي كيما بكري كان ماتش واحد. نو شوف لوسما داروا مقابله في المستوى، انا نقول لهم تبارك الله فيهم، الصاف يعطيهم الصحه لورتات عبد الحق هو ولادو كما يقول لهم، هو ولادي هو ولادو، سي بيان تحس بلي كاين محبه، كاين روح، كاين احترام. سي الجزائر ديالنا واش هو خالصين على الهجمات، ما خاصهمش يهجموا على اسبانيا، ما خاصهمش يهجموا على شي دول. السلام عليكم. ورانا نشوفوهم في المواقع، رانا هما اليوم تابعين هذيك الهلال السوداني ولا ما نعرف كونتر بركان ما عندهاش حتى شي حاجه باش تخاف، عندها كل شيء قانوني. على واحد اللاعب عندها كل شيء قانوني، يدبروا راسهم هو والكاف، يتقاتلوا بيناتهم بين الكاف. ولكن جبر صحفيين مصريين هاجمين، جبر صحفيين مصريين هاجمين، جبر كاين شي اعلاميين حتى هما مساكين غير يكتبوا ويزيدوا. ولكن الزلزال راه جايكم من الطاس، العقليه ديالكم غتبدل، غادي تبدل العقليه ديالكم. زلزال كبير جايكم من الطاس، لانه الفضيحه الفضيحه هذه ديال كاس ديال النهائي اللي تساحبوا فيه ومشاو 13 دقيقه 17 دقيقه وما يحوسوا. الناس اللي مبسوطه بخساره اولمبيك اسفي وخروجه من نصف نهائي الكونفدراليه، وبتغلط في جمهور اولمبيك اسفي وبتغلط في جمهور المغرب، شوف بعينيك، شوف بعينك جمهور اتحاد العاصمة الجزائري بيعمل ايه في الملعب، بيعمل ايه في ملعب اولمبيك اسفي. شوف بعينك، ما تسمعش من حد ولا تاخد بكلام حد، الفيديو قدامك. واللي ما تسمعش من حد، الفيديو قدامك، واللي بيحصل قدامك. ناس جاية مش عشان تشجع ولا جاية تدعم فريقها ولا جاية تحضر مباراة كورة ولا جاية تكسب بشرف ورجولة، لا خالص. دول جايين يكسبوا بالعافية، جايين يكسروا، جايين يشتموا، جايين يهينوا، جايين يستفزوا، جايين يعملوا فتنة، جايين يعملوا شغب، جايين يعملوا منظر سيء قدام العالم كله. فين الاتحاد الافريقي من المناظر دي؟ انت فين؟ انت فين من تكسير الملعب ده؟ انت فين من اصابة الجمهور ده؟ انا شايف ناس كتير بتتكلم وبتنتقد جمهور اولمبيك اسفي، وبتحاول تقلب الصورة وتقولك بص التنظيم عامل ازاي، بص الجمهور المغربي نزل الملعب ازاي.
طب ما تبص انت الاول على السبب، ما تبص على اللي حصل في الاول، ما تبص على الاستفزاز اللي حصل، ما تبص على التكسير اللي حصل في الملعب، ما تبص على الاهانات اللي حصلت، ما تيجي على الناس اللي جاية، ما تبص على الناس اللي جاية من الاساس وهي نعم ناوية تعمل ازمة وتولع الدنيا وتكسب المباراة شئت او ابيت. الحكم يحتسب ركلة جزاء لاتحاد العاصمة من وحي الخيال. أول مرة أشوف كورة بتيجي هنا وتتحسب ركلة جزاء. الناس اللي حصل ده يا جماعة مش تشجيع كورة، اللي حصل ده قلة أدب، قلة احترام. اللي يدخل ملعب وهو ناوي يكسر ويهين الناس دي مش جماهير كورة، دي ناس جاية تعمل مشكلة وخلاص. وده اللي شفناه بعينينا في الملعب، مباراة تتأخر على انطلاقها، جمهور اتحاد العاصمة داخل بطاقة سلبية، داخل بطاقة شحن، داخل بطاقة استفزاز للجمهور المغربي من أول لحظة. وده اللي خلى الأجواء كلها تولع قبل بداية المباراة وأثناء المباراة، وده اللي خلى رد الفعل يحصل من الجمهور المغربي. المغرب بلد كبيرة وغصب عن أي حد، المغرب بلد كبيرة، بلد محترمة وغصب عن أي حد، بلد عندها تاريخ في التنظيم غصب عن أي حد، بلد بتعرف تستضيف بطولات كبرى وبتنجح وغصب عن أي حد بطولات فيها. وده مش كلامي أنا، ده واقع العالم كل شافه. واللي بيحاول يقلل من المغرب أو يشوه صورة المغرب علشان لقطة أو عشان موقف، هو بيتجاهل الحقيقة الكاملة، وبيتجاهل إن اللي بدأ الاستفزاز واللي بدأ الشغب كان واضح وصريح قدام الناس. المغرب أفضل بلد في تنظيم البطولات، المغرب تمتلك أمن لتنظيم مباراة أو بطولة غير عادي. وده اللي حصل لما أمريكا استعانت بالأمن المغربي لتأمين كأس العالم. تيجي انت تقول لي المغرب ما بتعرفش تأمن ولا بتعرف تنظم؟ جمهور أولمبيك أسفي مش ملايكة، لكن في نفس التوقيت مش هو اللي رايح يدور على المشكلة. اللي حصل إن في ناس دخلت الملعب زي ما انتوا شايفين وهي ناوية تعمل شوشرة، وده اللي حصل قدام عينك، تكسير وجري واستفزاز وجروح وهجوم على الأمن وهجوم على الجماهير ومحاولات واضحة إنها تخرج المباراة عن إطارها الطبيعي واستفز لاعيبة أولمبيك أسف قبل بداية المباراة. بعدين تيجي تقول لي أصل جمهور المغرب عمل وسوى. طب ما تحط اللقطة كاملة، ما تجيبش نص الحقيقة، تمام؟ ما تمسكش في رد الفعل وتسيب الفعل نفسه، لأن الطبيعي أي جمهور في العالم لما يستفز بالشكل ده هيبقى فيه رد فعل. وده مش تبرير للغلط بس، ده تفسير للواقع. اللي يضحك إن في ناس قاعدة تدافع عن اللي حصل وكأنه حاجة عادية، وكأن التكسير والشغب ده بقى تشجيع، وكأن الإهانات والاستفزاز ده بقى جزء من الكورة. لا طبعا، دي مش كورة ولا عمرها هتبقى كورة، دي تصرفات تضر أي فريق قبل ما تضر أي بلد. إيه اللي انتوا بتعملوه ده؟ وانتوا جايين من الجزائر تعملوا شغب في المغرب؟ وفين الاتحاد الإفريقي؟ هتعملوا إيه؟ خلاص أولمبيك أسفي طلع من نصف النهائي، هتعملوا إيه؟ هل هتوقع عقوبات على اتحاد العاصمة؟ المغرب مش محتاجة شهادة من حد في التأمين. المغرب معروفة بأخلاقها، المغرب معروفة بكرم ضيافتهم، المغرب معروفة بتنظيمهم. هو ده رد الجميل لاستقبال بعثة اتحاد العاصمة في المغرب؟ هو ده اللي انتوا جايين تدخلوا البلد دي في أزمة؟ البلد دي بتتعامل باحترام
واللي حصل من بعض جماهير اتحاد العاصمة لا يمثل لا الكورة ولا يمثل الروح الرياضية ولا حتى يمثل أغلب الجماهير المحترمة. لكن في نفس التوقيت لازم نقول الحقيقة بصراحة، اللي حصل غلط كبير وغلط واضح، ما ينفعش يتبرر، ما ينفعش يتغطى عليه، ما ينفعش يتقلب على الطرف التاني وخلاص، لأن الصورة واضحة قدام كل الناس. الرسالة اللي اتكتبت واللي زعلت البعض دي حاجة تعبر عن فخر الناس ببلدها. كل شعب بيفتخر ببلده وده شيء عادي جدا، لكن انك تسيب ده وتمسك فيه كأنه سبب، لكن اللي حصل ده تهريج. اللي حصل ده أكبر من كده بكتير. اللي حصل إن في ناس دخلت الملعب ومش جاية تلعب ولا تشجع. اللي حصل ناس جاية تعمل أزمة، وده اللي لازم يتقال بوضوح وبدون لف ولا دوران. في الآخر المباراة اتلعبت وكملت واتحاد العاصمة كسب وأولمبيك أسفي خرج عادي، والكرة هتفضل كرة مهما حصل. لكن اللي حصل لازم يتراجع، لازم يتفهم، لازم كل واحد يتحمل مسؤولية غلطه، لأن اللي بيحصل ده مش في صالح أي فريق ولا جماهير ولا حتى صورة الكرة في المنطقة كلها. أي حد بيحاول يقلب الحقيقة أو يزور الواقع أو يضحك على نفسه قبل أي حد تاني أقول له لأ، لأن الفيديوهات موجودة واللي حصل واضح، الناس كلها شافت بعينها، واللي شاف مش محتاج حد يقول له الحقيقة. اللي لازم يتقال إن الاحترام هو الأساس، وإن اللي يدخل يشجع لازم يشجع باحترام، غير كده يبقى لالوش مكان في المدرجات. المغرب هتفضل بلد كبيرة بجمهورها وبأخلاقها وبقدراتها على التنظيم، وغصب عن أي حد يحاول يقلل منها أو يشوه صورتها. اللي حصل ده مش هيغير الحقيقة مهما حاول البعض يلف ويدور. في النهاية الكرة مكسب وخسارة، لكن الأخلاق هي اللي بتفضل، واللي بيغلط لازم يتحاسب، واللي بيشجع باحترام هو اللي يستحق إنه يكون في المدرجات. غير كده مش هيكون ليه مكان وسط الجماهير اللي بتفهم يعني إيه كورة، يعني إيه تشجيع بجد، يعني إيه احترام البلد المستضيف، يعني إيه احترام الملعب، يعني إيه احترام المؤسسات، يعني إيه احترام الاستادات، يعني إيه حاجات كتير في ناس كتير ما تعرفش عنها حاجة. في النهاية أحب أشكر كل إخواتي اللي بيدعموني بكلمة طيبة وبلايك وشير للفيديو. لو عجبك الفيديو قول لنا رأيك على اللي حصل النهاردة من جمهور اتحاد العاصمة الجزائري في المغرب في مباراة أولمبيك أسفي، وهل أولمبيك أسفي يستحق الخروج ولا ده كان مخطط من قبل الكاف؟ ما تنساش تقول لي رأيك في الكومنتات. أشوفكم على خير، سلام عليكم.